بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله بيته وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني، بهذا الفيديو راح أشرح عملية تصليح رشمة أو بصمة فيها أخطاء بالتصميم، فيها نقص. أرسلتها لي إحدى الأخوات، مشتغلتها بالماكينة مالتها، وراح أشوفكم الصور، صور الأخطاء اللي حدثت أثناء عملية التطريز بالماكينة. نبدأ تصليح هاي الرشمة على بركة الله. نفتح هاي الرشمة برنامج الويلكم. لاحظوا اخواني، هذا النقص، في عملية في اوراق الازهار هذه غير ممتلئة بالخيوط. شوفوا اخواني، هذا النقص، هذا هنا عندنا نقص غير ممتلئة. هذه المكانات هذه، شوفوا هذا المكان ايضا، هذا يطلع نقص بالماكينة اثناء التطريز، يطلع نقص اخواني. شوفوا هذا، اشوفكم حتى تلاحظون الفرق بين بعد التصليح، بينها وبين عملية بعد التصليح. شوفوا اخواني، هذا فراغ، هذا يظهر في الماكينة فراغ، هذا الماكينة ما تطرزه، ما تشتغل، يطلع فراغ. نبدأ عملية التصليح اخواني. هذه نظهر قائمة الالوان هنا، نظهر قائمة الالوان. هي هذه البصمة او الرشمة عبارة عن 3 الوان، 1 2 3. النقص اللي عندنا بالالوان هذا رقم 2، رقم 2 ورقم 3. هنا ناخذ الماوس على اللون رقم 2، كليك يمين، ناخذ خصائص العنصر. خصائص العنصر راح يظهر لنا هنا هذا، حتى اذا ما كان الماوس متوقف على هذا المكان، ناخذ هذا المكان فيلز. نفتح هاي النافذة وناخذ هذا تيتامي. اول واحد ستن، ناخذ تيتامي، ثم حفظ، وهذا الإعاز اللي هو ليترنج، وأوكي. ثم نظهر قائمة الألوان مرة ثانية. نيجي على اللون رقم 3 اللي هو هذا باقي بينقص. نفس العملية، كليك يمين، خصائص العنصر، فيلز، نفتح النافذة، ناخذ التيتامي، وأيضا حفظ، ليترنج، وأوكي. شوفوا اخواني العملية بعد هاي العملية شلون انترست هاي الأوراق. انترست طرز بعد ما كانت فيها مكانات تظهر فيها نقص. وشوفوا الفرق عند إزالة عملية ال 3D. شوفوا اخواني الأوراق شلون امتلأت خيط. قبل التصليح كانت فيها فراغات هنا او هنا. وهسه راح اشوفكم الصور، او هي نفس الرشمة قبل التصليح وبعد التصليح. شوفوا اخواني هسه شلون امتلأت. هسه نسوي لها عملية خزن او سيف بصيغة الدي اس تي، صيغة الماكينة دي اس تي، حفظ باسم. ناخذ هنا صيغة الدي اس تي، هاي صيغة الدي اس تي، ونغير اسمها لأن راح أخزنها في نفس المكان حتى لا تصير عملية استبدال على الشاشة. أنا راح أخزنها على سطح المكتب، فأنطيها رقم 1، ريما 1. هي كان اسمها العفو ميرا، كان اسمها ميرا، الآن سويتها ميرا 1، وأسوي لها عملية خزن في نفس المكان اللي كانت هي موجودة به. شوفوا هنا اخواني، يعني ميرا 1 دي اس تي، هذه قبل التصليح ميرا. هذا الملف قلنا دائما الدي جي تي يظهر بعملية الخزن، وهي كل عملية خزن دي اس تي. اي ملف نخزنه بصيغة الدي اس تي يظهر هذا الملف الزايد اللي هو صيغة دي جي تي. هذا ما نحتاجه، نسوي له حذف، عملية حذف ازالة. فهذه رشمتنا اللي قمنا بتصليحها، وهذه قبل التصليح. ونشوف الفرق. راح نغلقها هنا. شوفوا اخواني، هي هذه
هذه الرشمة اللي قلنا هي ميرا واحد اللي صلحناها. شوفوا اخواني، نخليها بوضع ال 3D المتكامل. شوفوا اخواني، ونزيل. شوفوا شلون ممتلئة خيوط، ممتلئة خيط الازهار مالتها. نزيل عنها وضع ال 3D ونسوي لها عملية تصغير شاشة حتى نسوي مقارنة بينها وبين نفس الرشمة، هي نفسها هذه قبل التصليح. شوفوا اخواني، هذه قبل التصليح، هذه قبل التصليح. شوفوا اخواني، هذه قبل التصليح، هذه بعد التصليح، وهذه اللي قبل التصليح. شوفوا اخواني قبل التصليح، شوفوا الفراغات الموجودة بالازهار، وشوفوا اخواني العملية بعد التصليح شلون هذه. شوفوا هذا شلون ممتلئة خيط، وشوفوا هذه شلون الفراغات اللي قبل التصليح. شوفوا اخواني هاي المقارنة بينها وبين بعد التصليح واضحة جدا. يعني الازهار مالتها هذه بعد التصليح شلون ممتلئة خيط. شوفوا اخواني ممتلئة خيط، وهذه ارجع لكم شوفوا قبل التصليح شلون بيها فراغات هذه. وراح اشوفكم الصور اللي اشتغلتها الماكينة، اشتغلت عليها الاخت قبل ان ترسل لي اياها واصلحها واعيدها. اشوفكم الصور مالتها شلون اشتغلت بيها نقص بالماكينة، كيف اشتغلت بيها نقص، وكيف اشتغلت بيها متكاملة بعد التصليح. تحياتي لجميع اخواني، ارجو ان استفادتم من او تستفادون من هذا الفيديو، ولا تنسوا دعم القناة اخواني. ادعمونا بلايك وتعليق او سؤال بالتعليق، واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.